توضف بيتك، البس بدلتك، الحسنات كده على الخطوات، ده طريق ربنا هو المظبوط. اسند ظهرك وارتاح، ده طريق ربك في نجاح. تسمع حي على الفلاح، تسيب اللي في ايدك على طول. الأغنية دي يا جماعة ما فيهاش أي حاجة تخليها إن هي تكون حرام، مفيش موسيقى فيها وده باين جدا، كلام بيشجع على الصلاة والعبادة. وكونه إن هو استخدم لحن أغنية ممكن تكون من أغاني المهرجانات وبدل كلامها بكلام يحض على العبادة، دي حاجة حلوة على فكرة، مش حاجة وحشة. فهو استخدم الحاجة الوحشة دي وحولها لحاجة حلوة، فبرافو عليه وجزاه الله كل الخير. يا ريت يا جماعة نفرق بين الحكم الشرعي وبين ذوقنا في الحاجات دي. ممكن انت بقى ما تحبش الأغنية، ذوقها مش عاجبك، فيخلي بعض الناس طالما الأغنية ما عجبتوش يقول ان هي حرام. او مثلا يكون الإيقاع بتاعها سريع شوية فيعتقد ان إيقاع الأنشودة لما يكون سريع يخليها حرام. كده طبيعي، الدنيا بتتطور. يعني من 50 سنة قبل كده كان في تواشيح رتمها بطيء جدا، والتواشيح دي بتدعو إلى الله. مع تطور الزمن بقى في أناشيد رتمها سريع فالناس بقت بتسمع. مع تطور الزمن بقى في أناشيد أسرع في الرتم، أسرع وأسرع، فده ما يخليهاش أبدا حرام. شاب تجربته جزاه الله كل الخير. من حقك تقبل الأنشودة دي أو ما تقبلهاش، تحبها أو ما تحبهاش، لكن ما ينفعش نقول على حاجة حلال إن هي حرام.